ازيكم عاملين ايه؟ طالما الموضوع الفيديو ده وصل لكم يبقى انتوا بتدوروا على مشاكل اللي بتحصل بسبب سوء استخدام الاجهزه الكهربائيه في المنزل او الاجهزه الكهربائيه بصفه عامه جوه المطبخ. تعالوا بقى النهارده نتكلم عن الميكرويف. الميكرويف من الاجهزه الحساسه جدا اللي بتبقى جوه المطبخ، استخدامها الصح بيؤدي ان احنا بنحافظ عليه لاطول فتره ممكنه وبنستفيد بيه انه اقصى استفاده. فاول حاجه استكل او ان احنا عايزين نستفيد منه ازاي او ازاي نحافظ عليه. اول حاجه هنعمل سبسكرايب ونعمل فولو للقناه ونحط تعليق حلو، وده اهم حاجه عندي. اول حاجه استكل لازم لو احنا بنسخن حاجه ليكويد او حاجه سايله ما نحطش الوعاء جوه الميكرويف في النص او في المنتصف. بنحط الوعاء في اطرافه او في الجوانب بتاعه الميكرويف، عشان ده بيؤدي لتوزيع الحراره بشكل كويس قوي على السوائل اللي بتبقى محطوطه. لكن طبعا بالنسبه للحاجات الجافه او الحاجات اللي هي الرطبه، لا عادي ممكن تتحط في النص عادي، في المنتصف عادي، مش هيجرى لها حاجه. طبعا بالنسبه طبعا الميكرويف الجديد ان هو ما بقاش فيه صحن دوار زي الاول، بقى الميكرويف بقى عادي، بقى حاجه مصمطه جوه، فما بقاش ممكن يعني ما بقاش فيه زي الاول ان هو يلف. فطبعا ده بيحافظ اكتر على الميكرويف لانه هيسخن لك الحاجه بسرعه، وكمان هيحافظ على الكهرباء بتاعتك لانه كمان مش هيستهلك كهرباء كتير. تاني حاجه، يا جماعه بعد اذنكم لما تكونوا بتفكوا في الميكرويف حاجه يعني حاجه متلجه، ما نستخدمش الميكرويف قوه الميكرويف كلها، بنستخدم 50% بس او 70% بس. بتلاقي عندك على المؤشرات جنب من الديفروست بنلاقي بروجرام 20%، بروجرام 0% و20% و50% و70%. يا ريت نفك على ال50 او ال20 عشان ده بيحافظ على الحاجه ما تبقاش طف او ما تبقاش متفله، خصوصا لو احنا بنفك لحوم او بنفك اسماك او بنفك بروتين بصفه عامه. تاني حاجه او تالت حاجه، لما نيجي ننظف الميكرويف، كتير قوي من ستات البيوت ما بتعرفش تنظف الميكرويف وبيفضل فيه ريحه بسبب الاطعمه اللي بتتحط جواه. فبعد اذنكم بنجيب ميه، بوله فيها ميه، بنحط فيها معلقتين خل ونص ليمونه، وبنشغلها جوه الميكرويف ونسيبها لحد ما الميه تطلع بخار، ونسيب البخار جواها يطلع زي ما هو عايز، عشان الكلام ده كله بينتشر في الميكرويف من جوه وبيسيب ريحه حلوه، وكمان بيطهر الميكرويف من كل البكتيريا اللي بتبقى جواه. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم ويكون فاتكم بحاجات. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب القناه، وما تنسوش ان انتوا تقولوا لنا رايكم في كومنتات، والسلام عليكم.